كمال الأجسام الجملة دي مش مجرد دراما، دي واقع. Steroids fucking kill you. They'll kill you. That's it. في أزمة حقيقية بتحصل في كمال الأجسام الحديث، أزمة مش كل الناس شايفاها ومش كل الناس عايزة تتكلم عنها. This is a 14-year-old on steroids, but he's not the only one. I'm 19. I'm on steroids. I'm proud about it. جيل ورا جيل بتزود الحمل، بتزود الكيماويات، وبنقلل المسافة بين القمة والانهيار. الاسترويد وكمال الأجسام مش قصة عضلات بس، ده قصة قلوب بتكبر إنها توصل ل3 أضعاف حجمها، وعضلات شياكة وكل حاجة زي الفل لغاية ما فجأة حد يقع حرفيا. ناس كانت في قمة شكلها، في عز شهرتها، وفي عز قوتها، بيموتوا بدري واحد ورا تاني. زمان الجسم المثالي كان متوازن، كان بيتضمن القوة والاستاتيكس طبعا والصحة عامة. النهاردة ده اللي احنا وصلنا له. اللي بيحصل ده مش صدفة، ده نتيجة نظام ومجتمع ولعبة بتكافئ التطرف للأسف، وبيغض النظر عن حاجات تانية مهمة اللي حياتك من ضمنهم. الفيديو ده مش معمول عشان أخوفك ولا عشان أقول لك ما تتمرنش أو تبعد عن الجيم. الفيديو ده معمول عشان نحط النور على حاجات كتير بتحصل جوه اللعبه ونادرا بنشوف حد بيتكلم عليها، خصوصا في الوطن العربي. هنتكلم عن ازاي التنشيف بيغير جسمك ونفسيتك فوق ما تتخيل، والجانب المأساوي ليه، وليه كل ما توصل لمرحله حلوه عمرك ما تحس انك كفايه. ازاي الهرمون بقى خطوه طبيعيه عند ناس كتير بعد ما بيوصل الناتشرال للليميت بتاعه، وايه اللي وصلنا له للمرحله دي، وكم الوفيات اللي بنسمعها يوم ورا يوم. واكيد كلكم شايفين ده. ازاي كمال الاجسام ممكن يسحبك من حياتك واحده واحده، وليه كل جيل بيدفع ثمن اغلى من الجيل اللي قبله، وليه في ناس كتير ما بيفوقوش غير بعد فوات الاوان، وايه اللي لازم يكون في بالك لو لسه هتبدا جيم او بتجهز لبطوله. الفيديو ده هيكون طويل حبتين، فحاول تكبر الفيديو، هات كوبايه القهوه بتاعتك، اقعد استرخي او خليها بقى ماتشا او متة، وخلينا نبدا الحوار بتاعنا. اكيد مش هاجي انصحكم تبطلوا كمال الاجسام وانا واقف قدامكم واضح عليا ان انا الحمد لله بتمرن او على الاقل مواصل في كمال الاجسام نوعا ما. بدات من مفيش، من وانا عندي 16 17 سنه اول مره المس حديده في الجيم، بس قبلها كان طبعا في الطبع عندي تمرين اللي هو ازاي اعمل البوش اب والحاجات دي، الحاجات الاساسيه اللي بتدل ان في شخص فعلا مهتم بصحته. بس لما تروح من فتره ان انت بتعمل حاجات بوزن جسمك في البيت وعقله في البيت وكده، لان انت تروح الجيم وتتمرن في الجيم، في فرق كبير وفي فجوه ان انت بدات تخش في حاجه محتاجه نظام، محتاجه تمرين قوي، محتاجه تصرف على نفسك، محتاجه تعرف تاكل ازاي، محتاجه تعرف هتنام ازاي، هترتاح ازاي، هتعرف تشيل اوزان وتكبر اوزان يعني وتشيل وتكبر عضلاتك ازاي. كل دي حاجات مهمه جدا الواحد بيواجهها لما بيخش الجيم. فانا لما دخلت الجيم بدات زي اي حد مننا عاوز ان انا اقوي من نفسي، عاوز ان انا اخلي شكلي احسن، عاوز ان الناس تشوف تقول ده قوي. فكل دي حاجات بيبقى في نقص اساسها احنا بنعوضه، ومن بعد النقص ده بنوصل ان احنا نفهم اللعبه دي او الحاجه اللي انا بعملها دي هتفيدني ازاي. فطبعا الحاجات دي كلها عظيمه والحاجات دي كلها حلوه، ان واحد يقدر يروح يلتزم بالجيم، يبعد عن العادات السيئه ويروح الجيم ويبقى محور حياته شبها ما يعني في السن اللي هو فيه بيبقى في الجيم. ولكن في حاجه ناقصه هنا، وفي ناس لما بتاخد اي حاجه للاكستريم، يعني اي حاجه كترها وحش. وانا مش جاي هنا اقول لك بطل جيم وما تبنيش عضل والكلام ده كله، احنا جايين بس نبص على ازاي نستغل الجيم او بناء العضل بطريقه صحيحه، مش بالطريقه اللي هي موجوده النهارده. الحقيقه هي الجيم بيبقى ادمان للي بيعمله صح. ليه؟ لان الجيم بينظم لك حياتك، بينظم لك وقتك، بيخلي شكلك احسن، بيخليك تشوف نفسك احسن، غير ما الناس برضو يقولوا لك ان انت شكلك متحسن، ودي ادمانها اكبر من الادمان اللي انت بتشوف نفسك في المرايه. لان في حاجه اصلا بتطلع بسبب اعجاب الشخص بنفسه اسمها بودي ديسمورفيا، دي هنتكلم عليها، دي حاجه تانية لوحدها. فلما الجيم بيكون بيديني كل الحاجات دي غصب عني، مخي لا واعي هيبقى عاوز اكتر واكتر واكتر واكتر. فالاكتر والاكتر والاكتر ده في صحتنا بيبقى فيه ليميت، ان انا ازاي ممكن اعمل حاجه طبيعي. دي مش حاجه انت بتخترعها ومش حاجه انت بتطرحها للكون. ففي ناس كتير جدا فممكن تقعد تخدم في عالم كتير او تبيع في خدمات كتير، لان في ناس كتير ممكن يستهلكوها. لا، احنا لينا ليميت، كل جسم ليه ليميت. فللاسف اللعبه بتدينا حاجات كتير كويسه، ولكن بتاخد مننا احساس ان احنا لينا ليميت في حاجات معينه، واحساس برضو ان وقتنا مش ابدي، في وقت معين في اليوم بتاعنا، ولازم يومنا يكون متقسم بطريقه معينه.
فطبعا لما حد يقعد يتمرن كتير عضلاته طبعا هتكبر، ولكن للاسف بنشوف ناس برضو الفلكسبيليتي بتاعتها او ليونتها بتقل. بيبقى واحد ماشي شكله مش كويس، واحد في الهدوم شكله مش كويس. طب انت بدات الجيم ليه؟ هنا بنبدا السؤال. في فرق ما بين واحد بدا التمرين والجيم ورفع الاوزان او رفع الاثقال او اي رياضه لان هو يبقى محترف فيها، وفي فرق ما بين الناس العاديه اللي زي وزيك اللي عملوها عشان يحسنوا من صحتهم ويحسنوا من شكلهم ويدخلوا نظام جديد في يومهم، اللي الهدف منه لازم نكتسب من النظام ده الحاجات الحلوه عشان نطبقها في حياتنا تاني، وده اللي مش بيحصل. طبعا زي ما قلنا اللي بيروح الجيم ده بينغمس في حاجه. طب انا ازاي اروح للليفل اللي بعده؟ طب انا دلوقتي بدات كمبتدئ، شفت طبعا الفرق في جسمي، شفت ان انا بدات اجيب هدوم اكبر، شفت ان الناس بتقول لي شكلك كويس، شفت الكلام ده كله، فببقى عاوز اللي بعده واللي بعده واللي بعده. فانت في الطبيعي بتبدا ناتشورال، بتبدا من غير اي مكملات، بتبدا من غير اي هرمونات، بتبدا من غير اي حاجه خارجيه، بتروح الجيم وخلاص تشوف التغيير. بيجي فترات بقى بنلاقي ان احنا لا مش قادرين نعلى عن الليفل اللي فيه، لان ده طبيعه الجسم، ان هو كل واحد جيناته ليها طريقه معينه ان هي العضله هتتطور فيها والشكل هيتطور فيها، فبيبقى الشخص عاوز اللي بعده واللي بعده واللي بعده، لدرجه ان بيبقى ما عندكش صبر. وده بنشوفه كتير، الناس دايما بتدور على الحاجه السريعه، الناس دايما بتحس ان هي خلاص انا كده في اول سنه مستواي انتهى، لا انا لازم اخش على اللي بعده. واللي بيجي اللي بعده هنا هو اللي محزن، ان الشخص بيبدا يشوف عالم الهرمونات. طبعا قبل الهرمونات بيبص على السبلمنتس ويعتقد ان السبلمنتس هتعمل حاجه، ياخد البروتين شيك ما يلاحظش ان في حاجه، يقول لك اوب لا انا عندي مشكله، انا محتاج اخد هرمونات عشان اكبر الجسم وعشان انشف الجسم والحاجات دي كلها. ومن اول الحاجات اللي الناس بتبقى بتروح الجيم عشانها اللي هو انا عاوز البايسب تكبر وعاوز السكس باك تطلع. بس اللي بتوصل له ان انت بتبقى رايح الجيم برضو، الناس بتبدا اصلا تفكر في التنشيف من قبل ما تبدا، فيفكر في التنشيف بيبقى عندك مصاري ان انت تجرب بنفسك وتنشف وتنزل لليفل بودي فات لو، واللي هو حقيقته احساس مزعج جدا. مش حلو ابدا ان انت جسمك يبقى ناشف لدرجه ان انت تقدر تطلع تعمل بطولات في اي وقت طول السنه ابدا. وفي ناس جيناتها تستحمل، في انا جيناتي بالنسبه لي انا ممكن افضل في اللو بودي فات ما بتاثرش بيها، بس في حد تاني ممكن بنفس مواصفات الجسم ونفس القوه ونفس الطول ونفس الوزن ما يقدرش يستحمل ده. فكل واحد لازم يفهم جيناته كويس. طبعا هنا ده بيؤدي ايه؟ ان الناس فاكره ان احنا كلنا زي بعض، فبيجوا الناس عاوزين يقلدوا بعض، فيقوم قايل ايه طب انا خليني اخد الهرمونات. وده موضوع تاني احنا هنخش فيه دلوقتي. مشكلة الهرمونات ان مفيش حاجة اسمها شورت كات، مفيش حاجة اسمه طريق مختصر. اي حاجة هناخدها طريق مختصر ليها تكلفة، حتى لو هو طريق مختصر كويس. بمعنى لو انا عاوز اروح مشوار قدامي حاجتين، قدامي عربية وقدامي امشي على رجلي، ان انا امشي على رجلي ليها تكلفة، وان انا اخد العربية ليها تكلفة، اللي هي اساسها اصلا لازم يكون معايا فلوس عشان اعمل طريقة المواصلات دي، سواء هأجر سواء هشتري عربية سواء هعمل حاجة، في بنزين وفي صيانة وفي حاجات كتير بتخش في الموضوع ده. وان انا اروح مشي مش هتاخد مني فلوس بس هتاخد مني مجهود. تمام؟ الحسبة لازم نحسبها كده. انا لما اخد منشطات النهارده ايه اللي هيتاثر؟ انت عندك لازم تفضل ماشي عليها مدى الحياه اولموست، يا اما لازم تعمل تغيير عشان تخرج منها، والتغيير ده صعب ومش مضمون هل التغيير ده هتقدر ترجع منه بصحتك ولا لا. والمنشطات دي محتاجه فلوس، والمنشطات دي هتاثر على مزاجك ومودك وهرموناتك وهتبهدل الدنيا، ممكن تجيب لك امراض وممكن تموتك بدري. فاحنا ليه بنبص على ده ان هي حاجه عاديه ان احنا لازم نعملها؟ هو اكيد الناس اللي بيمشي معاها الهرمون كويس اكيد بيبقوا مبسوطين لان الوزن بيزيد، العضلات يعني بتزيد، القوه بتزيد، بيبقى مبسوط بنفسه. بس في ناس كتير يعني تقريبا 1 من كل 4 بس اللي بينجو من ناحيه رده الفعل للهرمونات، وناس تانية كتير بتتاثر بها على مدى بعيد. فالريسك عالي جدا، وده الريسك ده سببه ان الجيم دخل مخك بطريقه خطر، بطريقه مش هي اللي احنا عاوزين نكتسبها. بعد كده بننتقل لحاجه تانية اللي هي بادي ديسمورفيا اللي اتكلمنا عليها، ان مفيش حد راضي بجسمه. بقول لك حاجه، حتى انا كنت ببقى واقف مش راضي بجسمي بعد ما اكون نشفت البطولات، اجي تاني بوزني بيزيد، لو حد شافني يعتبرني من توب 1% في العالم من ناحيه النشفان، ان السكس باك لسه باينه، بس انا ما بقاش راضي على نفسي. ودي مشكله كبيره. دي بقيت ان انت بتقيم نفسك بناء على اللي انت فاكره المفروض يكون صح، واللي هو مربوط باراء الاخرين والحاجات اللي انت بتشوفها
اونلاين. فالبريشر دي بتخلي الناس تعمل حاجات خرافيه ما هياش كويسه، ودي مشكله يعني كمال الاجسام في الحته دي. لما واحد ينغمس بطريقه زي دي في المواضيع دي ما بتبقاش حاجه كويسه وما بتبقاش حاجه مجزيه على المدى الطويل. بعد كده عندك الناس اللي بيحبوا يتقايموا طبعا بالاوزان، انا بشيل كذا كذا، انا مش عارف ايه، وبقى ماشي بورقه وقلم وكل اسبوع لازم اشيل وزن زياده. طب انا عاوز اسالك سؤال، انت لو شلت 2000 كيلو هتستفيد ايه لو مثلا انت مش قادر تستعمل وزنك وحد هاجمك في الشارع وسرق منك حاجه؟ ما استفدناش حاجه. احنا بنبني القوه عشان نستفيد منها، عشان جسمنا يستفيد منها، وعشان نعلم جسمنا ان هو ازاي يستحمل الاسترس، وازاي ببناء القوه العضليه او القوه الجسمانيه ممكن ناخدها ونستغلها في الخير. ده خلاصه الموضوع. نستغلها في الدفاع عن النفس، نستغلها في الدفاع عن الناس، نستغلها ان احنا نبقى اقوى عشان نقدر نعمل الحاجات المهمه في الحياه اللي احنا محتاجين نعملها، عشان نقدر نعمر على قد ما نقدر، او يبقى عندنا صحه على قد ما نقدر في العمر اللي مكتوب لنا نعيشه. فما ينفعش ان انا اجي بسبب فكره ان هي ممكن تنمي لي حاجه او اتنين ان انا ادمنها لمجرد انا ادمنت الاحساس بتاعها او الدوبامين اللي بيجي لي منها او اراء الاخرين اللي جايين منها. ده كلام بيودينا للاكستريمز، يعني بنبقى دايما في الحاجات اللي هي يا كده يا كده، مفيش حاجه نص، وده غلط. احنا المفروض يعني خير الامور اوسطها، واحنا عارفين الكلام ده من زمان، واحنا عارفين الكلام ده كويس قوي. فطبعا بتلاقي الناس بيبقى حياتهم بتنكمش، يعني الحياه بتاعته ما عادتش الحاجات الاساسيه اللي فيها. اللي انت اساس الحياه ان احنا طبعا كلنا يعني الذريه تكمل، ده اساس الحياه، وقبلها ان احنا موجودين هنا عشان نعبد ربنا وعشان نعمل عمل حسن وعشان نعمر في الارض ونبني فيها بكل الطرق. طبعا مش شرط ان انا بتكلم ان انت تبني، ولكن اي حاجه انت بتعملها بتضيف قيمه للارض، انت بتبني وبتعمر وبتدي فايده للناس، وفي قيمه ليك قيمه. اما لو قيمتك بس جوه الجيم، لو ده مش حياتك ومش ده الشغل بتاعك، يبقى انت كده بتضيع حياتك وبتضيع وقتك. فبتلاحظ ان الناس اللي بيبقى حياتها كلها الجيم بتنكمش بقى عن المجتمع، بتنكمش عن الحاجات اللي المفروض تعملها. العضل بيكبر والحياه بتصغر، بيبقى بتضايق عن نفسك، لازم مش عارف اكل ايه، والاكل بالنسبه لك بيبقى ارقام، خروجات بتبقى حاجه صعبه انك مش تعرف ازاي تاكل، انك فاكر ان الاكله المعينه دي هي اللي هتجيب لك العضله 2% الزياده، والكرياتين مش عارف لازم تاخد ايه، والبروتين باودر لازم بعد التمرين بنص ساعه، وكلام ملوش اي علاقه بالواقع او مش هيأثر علينا في المجمل، لان حضرتك مش ده الاساس. الجيم ما اتعملش عشان كده، ولكن انت داخل في ساحه المحترفين من غير ما تبقى محترف. it doesn't make any sense. يعني انت رايح تحط وقتك ومجهودك وفلوسك كلها في حاجه، الحاجه دي انت بتحاول تبقى من احسن 1 أو 2% فيها في العالم، وحتى لو بقيت، بس ده مش هيزود دخلك، مش هيحسن من معيشتك، ده بقى ادمان حاجه معينه بتبعدك عن الواقع اللي المفروض ان انت تركز فيه. طبعا الحاجه اللي الناس كتير ما بتتكلمش عليها اللي هي الوفيات اللي بتيجي بسبب الكلام ده، الوفيات اللي بتيجي بسبب المكملات الغلط والمنشطات الغلط. انا مش ضد المنشطات على فكره، ومش ضد ان واحد لو فعلا محتاج ان هو ياخد هرمونات ياخدها لان جسمه محتاجها. في ناس بيبقى عندها الهرمونات واقعه، في ناس بيبقى عندها مشاكل في الجسم فبتحتاج تاخد حاجات معينه عشان تعالج اصابات معينه، وبتبقى هي هرمونات ومنشطات، وعشان تقدر ان انت تبقى طبيعي بعدها لازم تكمل تاخد الحاجات دي عشان جسمك ما يبصش، لان التستوستيرون نفسه ما بيبقاش بيطلع بالطريقه اللي المفروض يفرز بيها، فلازم تكمل على حاجه. ولكن دي حاجه علاجيه، هنا في الحاله دي عادي لو هي حاجه علاجيه، ما هيش حاجه غلط. هي حاجه غلط لو انت مش ناقصك الهرمونات وبتحط زياده عشان تزق نفسك لليفل تاني لانك مستعجل توصل له، او فاكر ان انت كده خلاص بكفايه ليك كليفل كشيب مش عارف ايه وانت مش راضي بيه. فالرضا مهم جدا في اي حاجه بنعملها، من ضمنها الرياضه دي، ولازم نستغل الحاجات اللي موجوده عندنا ونصلحها على قد ما نقدر من غير ما ندخل كيماويات ممكن تضر. طبعا من هنا بيجي حاجات كتير. اول حاجه السوشيال ميديا باللي هي بتحاول تعمله، بيجي عندك ضغط على الناس اللي هي الطبيعيه اللي رايحه الجيم عشان تبدا تعمل حاجه عادي. بيجي من هنا عندك ان الناس بتبدا تفتي كتير عشان تدور على حاجات صغيره يحاولوا يعملوها، بس من ضمنها احنا من ضمنها في بقى مبيعات بتيجي ومش عارف ايه عشان يحسن الوضع. وفي الاخر مين اللي بيتلكم في الموضوع ده؟ الجيل الجديد. كل جيل بقى بيبدا يتزنق على اللي قبله. يعني مثلا احنا لما نيجي نبص على السوشيال ميديا هنلاقي ان اللايكس والشيرز والكلام ده كله بيجي للناس اللي عندها عضلات كبيره، بيجي للناس اللي عندها عروق ومنشفه ومش عارف ايه. وانا شفت ده في البروفايلز بتاعتي، ممكن تخش على البروفايل بتاعي انيسكو 1 وشوفوا الصور
بتاعتي وهتشوفوا الفرق ما بينها. طبعا في فتره انا بطلت اعمل فيها بوست، فممكن دي ساهمت ان في حاجات تجيب اكتر من الثانيه، ولكن الفكره الناس بتحب الواو، بتحب الحاجه الغريبه. وعلى فكره اي حد عنده عضلات بطن انت تعتبر يعني من نظره 1-2% في العالم بس اللي عندهم، او اقل من 1% عندهم السكس باك، خلي بالكم. فبتبقى حاجه طبعا انت بتبقى مبسوط منها وفخور بيها لان انت وصلت لها. طبعا ده بيبقى بفضل ربنا والجينات والتمرين والبيئه وحاجات كتير مهمه جدا ان هي توصلك لده، بس عامه هي جهدك بنفسك. ولكن لما شخص بقى بيبقى مبسوط بالحاجه دي ويحطها على السوشيال ميديا، في ناس تانية ما تقدرش توصل لها بسهوله، فبيحاولوا يعملوا اي حاجه عشان يوصلوا لها. فبيجي الناس الطبيعي اللي هو مثلا ممكن من جيناته ما يقدرش يوصل لها، او ممكن دي حاجه ممكن يوصل لها بعد 2 3 4 او ممكن هو مش فاهم ان هو بياكل غلط وبيشرب غلط وبيتمرن غلط، يفتكر ان الحل في المكملات او الحل في المنشطات، فتبقى انت ضغطته ضغطه وهو مش واخد باله. فعشان كده التوعيه مهمه جدا، وعشان كده لازم نعرف احنا بنعمل حاجه ليه، بيبدا الموضوع اللي انا بعمله ده ليه، ايه سبب من اللي انا بعمل اي حاجه بعملها في حياتي. لازم يكون عندي خطه لاستعمالها في حياتي عشان تفيدني وتفيد اهلي واسرتي والمجتمع وبلدي والناس اللي تقدر تستفيد مني وهكذا. ما ينفعش ان انا بعمل حاجه وخلاص عشان هتنفعني. تمام هي لعبه فرديه، بس اللعبه الفرديه دي هتضيف لك ايه وهتساعدك ازاي، ولما انت تستفيد منها هتساعد اللي حواليك ازاي، وهتضيف للمجتمع ايه. لو مفيش حاجه من الحاجات دي موجوده ما تعملهاش، لان انت بتضيع وقت. خلاصة القول، لازم نركز على الحاجات اللي احنا بنعملها اساسها طبعا الصحة. اساس اي حاجة بنعملها اساسها ان احنا نبقى كويسين، وعشان نبقى كويسين صحتنا لازم تبقى كويسة، وعشان صحتي لازم تبقى كويسة لازم استغل الجسم اللي ربنا اداهولي داخليا وخارجيا ان هو يبقى في احسن احواله عشان يقدر يفيد المجتمع. فما ينفعش ان احنا نروح الجيم بتركيزنا على فقط ان انا عاوز اطلع عروق، مش هينفع. زي اي شخص بيبدأ اي حاجة مثلا هدفه منها حاجة صغيرة جدا، زي انا هروح الشغل بس عشان اقبض، هتقبض الفلوس، بس لو مفيش هدف غير كده هتقبضها وخلاص، مش هتستفيد بيها، هتصرفها مش هتستفيد منها خالص. ما اللي عاوز يروح الشغل عشان يطور من مهاراته، يتعلم حاجة، ياخد فلوس يقدر يسد بيها تكلفة معيشته، ويقدر يبسط بيها اللي حواليه ويستفيد منها، وياخد الفلوس دي ويعمل بيها مشروع ويتصدق بيها. وعشان المشروع ده ينجح لازم يكون اكتسب مهارات من المكان الاول والثاني والثالث، وياخد الفلوس يرجع يصرفها على نفسه عشان يتحسن بدنيا عقليا روحانيا. اي حاجه تستفيد ان انت تعلى بيها، يعني اي حاجه بنعملها المكسب منها لازم يكون خطوه للليفل اللي بعده، ولكن لازم اكون عارف الحدود الطبيعيه ايه ومخاطر الخطوه اللي بعد كده ايه، وهل الخطوه اللي بعد كده اللي انا هاخدها اللي هتكلفني 1 2 3 4 5 هستفيد منها واللي حواليا هيستفيدوا ولا لا؟ لو لا الرد واضح جدا، محتاج تحط وقتك فين وفلوسك فين. فلازم تركيزنا يبقى على الصحه مش على النشفان، تركيزنا يبقى على ايه الحاجه الاكل الصح اللي اكله اللي مفيد لجسمي، مش البروتين اللي انا محتاجه عشان اخده بعد نص ساعه من التمرين اللي هو اصلا مش هيفرق، لان احتياجك اليومي لو ركبته كله على بعض يكفي للموضوع ده. ما تبقاش بتحاول ان انت تلعب في 1 و2% ان انت تبقى خرافي خالص فيها، لو دي مش الحاجه اللي انت هتعيشها. مش من المفروض ان انت تروح الجيم هدفك ان انا كل يوم عايز اشيل اوزان كتير، لا. الهدف هو ازاي افضل قوي وجاهز بحيث ان انا جسمي يبقى دايما قوي ومشدود، واقدر استغل الطاقه دي في رياضات تانية سواء كوره، ملاكمه، اي حاجه تانية، عشان تقدر تحمي بيها نفسك وتقدر تقوي جسمك بشكل مختلف. ما ينفعش تبقى ماشي مش عارف تهرش ظهرك، ما ينفعش تبقى ماشي مش عارف ترفع ايدك لفوق، ما ينفعش ما تقدرش تلعب بوكسينج، ما ينفعش ما تقدرش تلعب تنس. لازم تبقى قادر ازاي تشيل وزنك وتتحرك بنفسك، وده الصح، ده اللي احنا المفروض ودي الصح، دي هي الصحة الحقيقية. الصحة الحقيقية مش ان انا اكبر العضلات على قد ما اقدر او اشيل 2000 3000 كيلو كده، انت مش صحي على فكرة. الصحة الحقيقية هي ازاي ادمج ما بين كل مكونات الصحة، من ضمنها قوة العضل، قوة العظم، صحة المعدة، صحة العقل، التركيز، ان انا ازاي امشي، ازاي اقعد صح، ازاي اتنفس صح، ازاي اكل صح، ايه هي المكملات اللي انا فعلا محتاجها على حسب جسمي، ازاي انام صح. كل ده مهم جدا. فلو سمحت ما تدمرش جسمك، ما تدمروش جسمكم. الجيم هو مكان زي المسجد، طبعا بعيدا عن ان المسجد مقدس وانه بيت ربنا، بس هو مكان بنروح نعمل فيه حاجه معينه وهدفها حاجه معينه. ما ينفعش ان انا ابقى عشان المسجد كويس بيديني روحانيات ان انا اروح انام فيه طول اليوم. طب وبقيت يومك عامل ازاي؟ كان ربنا قال لنا روحوا اقعدوا وناموا في المساجد، كان ربنا قال لك صلي 100,000 ركعه في اليوم. لا، في اوقات لحاجات معينه وبتعملها لاسباب معينه، والحاجات اللي بتكتسبها منها لازم تفيدك في حياتك وفي دنيتك وفي اخرتك
كل الكلام ده. نفس الحاجه الجيم، نفس الحاجه المدرسه، نفس الحاجه الجامعه. فما ينفعش ان انا مثلا اخلي الجامعه والدروس وكل حاجه في المدرسه هي حياتي كلها، لا مش هينفع. نفس الحاجه للجيم، نفس الحاجه لاي واحد بيلعب رياضه، هي حاجه بتضيف لك في حياتك. ومشكله الجيم بس لما الناس بتاخده بالطريقه المعجرفه دي ان ما بينوبهاش غير الاصابات والمرض، سواء مرض نفسي او مرض فعلا جسدي، وان حياتك بتنكمش ووقتك بيضيع وبتخسر القيمه الحقيقيه اللي ممكن تحطها في المجتمع. لان على اغلب الناس بتحط سنينها في الجيم في السنين اللي هي تقدر تعمل حاجه فعلا وتضيف للمجتمع. فبدل ما انت تفكيرك كله رايح في الجيم، خلي الجيم ده جزء لانه حاجه فيزيكال مش محتاجه تركيز اصلا. ادي الوقت فقط وما تبنيش حياتك فقط حوالين الجيم، او ادي وقتك جدول يومك بطريقه معينه بحيث ان الجيم يخلص وما تبقاش قلقان منه وما يبقاش هو واخد كل تفكيرك، وتبدا تركز على الحاجات التانيه المهمه. وبس كده، ده كان الفيديو. اتمنى يكون عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا. وعندنا فيديوهات تانيه كتير بنتكلم فيها عن الصحه عامه، فلو بتصحى تعبان شوف الفيديوهات اللي تحت دي، نقدر نساعدك بيها ترجع من التعب ده لصحه ان شاء الله. اتمنى الفيديو ده يكون ساعدكم، اتمنى الفيديو ده يكون وصل فكره معينه، وهشوفكم في فيديو تاني.